حبايب قلبي، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا، زي ما احنا لسه في فيديوهات الباك تو سكول والفيديوهات الخاصه باللانش بوكس. طبعا مش معنى ان المدارس بدات ان احنا ما نعملش الافكار دي، لا احنا بنعملها كل يوم، لان اللانش بوكس كل يوم. فالنهارده معانا الكيكه دي سهله جدا، وبمقادير سهله قوي وبسيطه ان شاء الله. هنعملها كده مع بعض. بس تعالوا كده نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ونجيب كده في بولة كده نحط فيها بضاية واحدة بس، ونحط فيها 2 كيس فانيليا ومعلقتين من الخل. خلاص، دي اول حاجة كده نعملها، بيضة واحدة، ونحط عليها كيسين فانيليا، ونحط عليها كمان معلقتين من الخل. قلبتهم مع بعض كويس قوي، وبعد كده نزلت عليهم بنص كوباية من السكر ونص كوباية من الزيت. خلاص، ونقلبهم كده مع بعض حلو كده. وكمان هنزل عليهم بكوباية من الزبادي، شايفينها حلوة قوي. ده طبعا قيمة غذائية حلوة قوي. لو ما عندكيش كوباية الزبادي دي بتحطي كوباية لبن، ما عندكيش بتحطي كوباية مية، بتحطي كوباية عصير، اللي متاح عندك متوفر عندك بتحطيه. انا كان عندي الزبادي، عملتها بالزبادي. خلاص، قلبتهم كويس قوي، وبعد كده جبت كوباية ونص من الدقيق، وحطيت عليهم معلقتين من النشا كبار. مهم جدا تحطي النشا على الدقيق على الكيكه يعني، بيخليها من جوه لونها فاتح، وكمان بتخليها فلافي كده وحلوه. وكمان حطيت عليها نص معلقه من اللي هي المعلقه اللي في ايدي دي، نص معلقه من البيكنج باودر او معلقه صغيره. خلاص يعني، او كمان نقول نص الباكت اللي هو بتاع البيكنج باودر. خلاص، لو انتي بتستعملي بالباكت بتحطي نص الباكت، بتستعملي بالمعلقه هتحطي معلقه صغيره، او هتحطي نص معلقه من هي معلقه الاكل العاديه. خلاص كده، هبدا ان انا انخله. طبعا انا كنت نخلاه قبل كده، قبل ما اصور، وبعد كده نخلته تاني. كل ما تتاح لك الفرصه عليك تنخليه انخليه. طبعا النخل ده بيبقى بيدي هوا كده، وبيخلي الكيكه حلوه جدا. خلاص، اساسا هي كيكه اصلا سهله بشكل مش طبيعي، وبسيطه جدا. ويعني تعمليها كده، انا عايزه اقول لكم ان عملتها الصبح قبل ما ابني يروح المدرسه. خلاص، واخد منها وهو رايح المدرسه. يعني هي الموضوع كله بتاع يعني ما خدش حوالي ربع ساعه بالظبط. وخلاص، طبعا قلبتك شويه كده في الدقيق، لقيت العجينه تقيله معايا شويه. رحت حطيت نص كوبايه من الميه، مفيهاش اي حاجه خالص. زي ما قلت لك، انت ممكن تحطي الكوبايه دي تحطيها ميه، تحطيها عصير، تحطيها لبن، المتوفر عندك حطيه. انا كان عنديش اي حاجه خالص غير كوبايه الزبادي، فاتعاملت بيها، وبعد كده زودت ميه. خلاص، شايفين لونها فاتح ازاي؟ لونها فاتح ده طبعا بفضل معلقه الخل اللي احنا حطيناها، وكمان بفضل النشا اللي احنا حطيناها دي، بتخليها خطيره بصراحه، بتخليها لونها فاتح كده حتى بعد السوا. خلاص كده، عملتها كويس جدا، ضربتها كويس جدا بالويسك. وبعد كده جبت الصاج ده مقاسه 30 في 40، ورحت حاطه فيه طبعا ورقه الزبده من تحت، دهنتها بدهنة زيت خفيفة. وبعد كده دهنت من على الوش دهنة برضو زيت خفيفة. خلاص، كنت الحاجات دي مجهزاها قبل ما اشتغل في الكيك خالص، لان الكيك طبعا ما خدش مني وقت. وكنت وقتها كمان مشغلة الفرن على درجة حرارة 180 قبل ما اشتغل في اي حاجه خالص، لان هي طبعا ما خدتش مني وقت خالص. بحاول ان انا افردها كده، اوسطنها كده كويس جدا، واخلي كل الاماكن كده يعني نفس الكميه فيها. حاولي كده وانت بتفرديها تبقى متوسطنه كده، يعني كل المكان كده بيبقى نفس الكميه. هدخلها بقى على الفرن، هتقعد حوالي من 10 ل 15 دقيقة. هي قعدت معايا بصراحة 15 دقيقة بالظبط، وما شغلتش الشواية خالص، وطلعت كده حلوة كده وقمر كده. بس طبعا بغبائي، طبعا انتوا عارفين يعني انا جيت اقلبها، نزلتها بوشها، المفروض كنت قلبتها فاتقطعت مني، فهضطر ان انا اتعامل معاها وهي مقطوعة. خلاص، كان المفروض انزلها كده من الاول. انا نزلتها وسبتها، يعني غطيتها كده بورقة تاني، وبعد كده غطيتها كده بقماشة نظيفة، علشان خاطر انا عايزاها تبقى يعني دافيه، حاجات بسيطه كده، متبقاش سخنه يعني. خلاص، زي ما انتم شايفين كده قطعت كده، يعني مش بالنص قوي، يعني هتحاول اتعامل معاها بصراحه.
على ظهر الكيك كده بقى. المفروض ان انا اتعامل على ظهر الكيك مش وش الكيك. خلاص هحط كده على ظهر الكيك كده مربى الفراوله. انا عندي مربى، دي المربى دي طبعا موجوده عندي علشان خاطر الفطار وكده واللانش بوكس، فانا بتعامل معاه. عندك مربى انت عاملاها حطيها، عندك مربى مش حطيها، عندك اي نوع مربى حطيها، عندك شوكولاته يعني اللي هي بديل النوتيلا حطي اللي انت الحشوه اللي تحبيها حطيها. خلاص كده سهل كده اهو. عايز تحطي مربى فيها كريمه حطيها، الحشوه اللي تريحي كل اللي اولادك بيحبوها حطيها، بس هي ايه مش شرط يعني، بس ما تحطيش طبقه عاليه قوي. خلاص كده بدات ان انا حطيت النص. طبعا التاني ده طبعا لما قطعت مني ما بقاش النصين قد بعض. خلاص فتحاولت ان انا اتعامل معاها من غير ما اتوتر ولا اتعصب. خلاص حاولت بقى ده كده ان انا اساوي الطروف بتاعتها واشيل الطروف اللي هي ارق شويه او اخف شويه من باقي الكيك. طبعا الطروف دي مش بتترمي خالص، طبعا بتتاكل وبتتاكل بسرعه كمان لان بتبقى طعمها حلو جدا. هبدا ان انا بقى كده اقسمها. بتقسميها بالطريقه اللي تريحك بالمقدار او يعني الحجم اللي يريحك على حسب انت ابنك او يعني طفلك بياخد ايه في المدرسه بتتعاملي معاه. خلاص بعد بقى ما قطعتها بالطول هبدأ اقطعها بالعرض. انا قطعتها على 2، يعني الكمية دي عملت لي 10 خرط حلوين كده، متقطعين حلوين وحجمهم حلو قوي قوي زي ما انتم شايفين كده. شايفين عاملة ازاي خطيرة؟ شايفين عاملة ازاي حلوة قوي قوي قوي، وكمان كانت خفيفة جدا وريحتها كانت خطيرة. لحد كده هي كده تمام. بس انا طبعا كنت مسيحه، حطيت قطعه شوكولاته كده في كيس وحطيت عليها نقطتين زيت وفي ميه سخنه كده مقفول الكيس يعني، سبتها لحد ما ساحت وبعد كده حطيتها على الوش. آه يعني الحركه دي بتبقى حلوه قوي، بتخلي طعمها حلو قوي. قطعتها بقى بص زي ما انتم شايفين كده. طبعا هي كانت متقطعه بس انا حطيتها في طبق، نقلتها في طبق. هقول لكم ليه دلوقتي. بصوا هي طبعا الشوكولاته سايحه من على الوش فانا مش عارفه اتعامل معاها كويس، فانا هحطها في التلاجة مفيش حوالي بالظبط 5 دقايق بالظبط الشوكولاته دي تنشف، بس عشان اعرف ان انا بعد كده الفها. خلاص انا بقى كده هاخد كل قطعه الفها لوحدها. ليه بقى؟ لان انا هحطها في الفريزر واديله كل يوم اديله واحده كده وهو رايح المدرسه. خلاص او رايح الحضانه. طبعا احنا عندنا حضانه وعندنا مدرسه، فايه دي او يعني اي حد فيهم بياخدها يعني، او بحط لهم الاتنين على حسب شوف هم عايزين ايه. بصوا انا بقطع كده حته من الاسترتش، وبعد كده اخد كده القطعه. طبعا الشوكولاته ماسكه فيها خلاص كده حلو قوي كده. طبعا القطعه دي بتتجاب من بره والله بجد بتتجاب باكتر من 5-7 جنيه تقريبا كمان. حلو. هو جابها لي انا مش عارفه اقول لكم هي كان طعمها عامل ازاي اصلا، وما فيهاش مربى من جوه، ما فيهاش اي حاجه من جوه، و طعمها ما كانش حلو خالص وكانت بايته كده وكانت شكل يعني طعما وشكلا كله ما كانش حلو خالص. فقررت ان انا اعملها له في البيت وياخدها معاه في اللانش بوكس كده بتبقى حلوه جدا. شايفين الجمال؟ ابدا الفها كده تحط بتحط في الديب فريزر، وبعد كده بتطلع على طول يعني بتطلعيها على طول تحطيها في اللانش بوكس. طبعا عبال ما بنروح المدرسه وكده هي بتفك على طول. شايفين جمالها عامل ازاي؟ استنوا اهي حلوة جدا جدا جدا، حلوة قوي. هبدأ الفهم كلهم كده بنفس الطريقة. طلعي يا دوبك كده وهي بلفتها يعني ما تشيلهاش من اللفة خالص، وانت تديها له كده في اللانش بوكس زي ما هي كده ملفوفة كده بتحطيها له في اللانش بوكس بتبقى حلوة قوي. شايفين الكمية عاملة ازاي؟ كل ده بيضة واحدة بس. عايزة بتزودي الكمية بتزودي بنفس المقادير، بتزودي الكمية. حلوة قوي قوي. طبعا لو اخد منها وهو رايح المدرسة بتبقى حلوة خالص وسهلة واتبسط بيها جدا. طبعا هحطها كده في الطبق الفويل ده بس علشان اعرف احطها في الفريزر بس. شايفين الكمية عاملة ازاي؟ كمان القطعة كبيرة مش صغيرة، عايزة تصغري اصغر من كده على حسب شوفي ابنك بياكلها ازاي او بنتك بتاكلها ازاي. اعمليها لهم وكده هتفرحهم جدا وهتبقى حلوة قوي ومفيدة كمان. وبس كده وبكده يكون خلص فيديو النهارده وخلصت وصفة النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تدوسي لايك وتشتركي في القناة وتفعلي جرس التنبيه عشان ان شاء الله يوصلك مني كل جديد. باي باي.